السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تيجوا بينا نجيب المصمت في البيت. يعني ايه نجيب المصمت في البيت او نعمل ايه؟ هنجيب شوية حلويات وممبار وكفتة ونعملهم كأننا بناكل بره بالظبط بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنا شوية حلويات فشة على ممبار، غسلناهم غسلة حلوة جدا طازة وحلوين، نقعناهم في المية وملح وسكر وليمون شوية كفتة كانت عندي من الفيديو بتاع الكفتة المشويات. خدتهم، عملتهم كور صغيرة وهعفرهم في الدقيق وهشوحهم في حبة زيت وهحطهم مع الحاجه لما تستوي. دي عصير طماطم كوبايه واحده بس، فلفل حراق مقطعاه قطع صغيره، معلقه توم، دي بصله عاملاها مقطعاها قطع صغيره. التوابل بتاعتنا فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، ملح. دي بهارات حبهان مطحون، ورق لوري اللي انا قلت لكم عليهم قبل كده، جوز الطيب مطحونه مطحونين، وهنحطهم واقول لكم كل حاجه هنحطها في ايه. ودي خضره طبعا، شبت على بقدونس على كزبره، معلقتين صلصه كبار، ورق لوري، 3 أو 4 طماطميات كبار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي وهنبدا بايه. هنبدا بقى، هنشيل الكفته بتاعتنا دي على جنب، مش هنستعملها دلوقتي. هنجيب حله هنحط فيها الفشه بتاعتنا مغسوله ونضيفه وزي الفل كده كده. هنحط عليها حبيتين ورق لوري، وهنحط عليها معلقه من البهارات اللي انا طحناها، اللي هي حبهان وجوز الطيب ورق لوري مطحون. وهنعمل كده، وهيكون عندنا ميه مغليه هنحطها عليها وهنرفعها على النار. دي كده طريقه الفشه لغايه ما تستوي، او طريقه الحلويات لغايه ما تستوي، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. هنيجي بقى لخلطه الممبار. هنعمل ايه؟ احنا كده حطينا الحلويات على النار بتتسلق لغايه ما تستوي خالص. هنشيل الممبار ده على جنب ونبتدي نعمل الخلطه بتاعته. هنجيب رز حسب كميه الممبار اللي انت جايباها، ده كيلو رز تمام. هحط عليه كل المقادير اللي انا قلتها لكم دلوقتي. الطماطم المكعبات، بسم الله الرحمن الرحيم، البصل، حطيته كله كده. الفلفل هنحط عصير الطماطم برضو كله، بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل ومعلقه الثوم، معلقتين او 3 معالق صلصه. التوابل كلها اللي قلنا عليها وهندوقها، عشان لو عايزه ملح هنحط. الخضره بتاعتنا برضو كلها، هنحط حبه زيت قد معلقتين 3 كده. عايزه اقول لكم ريحه الرز بالخلطه من قبل ما نعمل اي حاجه تحفه. هنقلب كل الكلام ده في بعضه وهوريهولكم. كده الخلطه بتاعتنا جهزت، ريحتها فظيعه جميله جدا، حاجه نظيفه في البيت عاملينها، مش هتاخد معانا وقت ولا اي حاجه، سهله جدا على فكره وما بتاخدش وقت. جبنا الممبار بتاعنا اهو، غاسلينه ومنضفينه ومدخلين وقلبينه، حاطين الدهن منضفينه اهو ومدخلينه جوه، يعني قلبين الدهن جوه. هنبتدي بقى نحشيه، مش عايزين نملاه قوي، هوريكم بيتحشي ازاي اهو. ميزه الزيت في الخلطه دي علشان تبقى مفلفله الرز بتاعنا. ماشي، هنحط كده نحشيه. بصوا انا مليته اهو وحشيته، مش عايزاه مملي، نبططه كده عشان ايه ما يتمليش قوي. تمام، هعمل معاكم واحد كمان. هنجيب الممبرايه بتاعتنا وهنحشيها كده. الخلطه بتاعته تحفه وحراق وجميل. مش عايزين حراق ما تحطوش فلفل حراق، ممكن تحطوا رومي
ممكن ما تحطوش اصلا، بس احنا بنحب الحراق فايه انا مزوده الفلفل شويه اهو، مش هنملاه قوي. بصوا حشيته خليته خفيف جدا اهو، بس كده سهل وبسيط جدا وما بياخدش وقت، في ثانيه بتحشيه على طول. هخلص الكميه وهوريكم واحنا بنسلقه هنسلقه ازاي، وهنعمل كل تفصيله مع بعض معاكم واحده واحده. كده بعد ما حشينا الممبار بتاعنا، بصوا حشينه ازاي خفيف ومبططينه مش مملي قوي، لان لما بيتملي مننا بيفرقع. تمام. انا مقطعه الممبار بتاعي قبل ما محشيه، انا بحبه كده وسط، ولا صغير ولا كبير. هنكون مسخنين ميه على النار تغلي، هنحط فيها ورق لوري، وده كان عندي كرفس حطاه في الفريزر، بغسله وبنضفه وبقطعه وبحطه في الفريزر، باخد منه على طول. هحطهم في الميه المغليه وهوريكم دلوقتي احنا بنسلقه ازاي. كده الميه بتاعتنا غليت، حطينا فيها الكرفس والورق اللوري. هجيب الممبرايه بالشكل ده، هسقطها بس كده على طول، هرميها في الميه على طول، لا همسك من طرف ولا من طرف. هنسقطها كده، طبعا هنكون منضفينها من الرز. بصوا هي هتلم نفسها وهتمسك نفسها وهتبقى جميله. طبعا الفشه بتاعتنا عملتها وبسلقها اهي، ان شاء الله هوريها لكم بقى، وهقطعها واجهزها وده يتسلق، وهوريكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. كده بقى ممبارنا جاهز. الحلويات والفشه انا بسلقها بحالها وبعد كده بقطعها عشان تبقى سهله معايا. قطعتها، جايبين شويه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. دي الكفته عفرتها بالدقيق وهقليها معاكم، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب طاسه على النار، نحط فيها زيت يسخن. هنبتدي بالكفته الاول اللي احنا عفرناها اهي. خلاص الزيت بتاعنا سخن، احنا جربتها في واحده، احط بقيه الكميه كده اهي. اتحمرت بصوا زي الفل، لا فكت ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. طريقه الكفته دي جميله، اتفرجوا عليها في الفيديو اللي قبل كده هيعجبكم ان شاء الله. كده عملنا الكفته، هنركنها على جنب. في نفس الطاسه اللي عملنا فيها الكفته هنقلي الممبار على طول، سهل وبسيط. كده حاطين الممبار بيتقلي على النار، جبنا طاسه او صينيه اي حاجه عندك، حطينا فيها زيت يسخن، وهنزل بالحلويات كلها. ابتدي اشوح فيها واسخنها كده واحمرها واقلب فيها، وهوريها لكم بقى هنعمل فيها ايه. كده الحلويات بتاعتنا بصوا سخنت اهي واتشوحت. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب لها، هنحط جميع الفلفل اللي عندنا الالوان، الحاجات دي بتحب الفلفل الكتير. تمام. وهنحط عليها حبه ملح بشطه كده انا عاملاهم نحيقهم بيها، وحبه فلفل اسود، وهنقلب بقى كل ده في بعضه كده ونسيبهم ياخدوا تشويحه مع بعضها. وكده بقى الاكله بتاعتنا جهزت. عايزه اقول لكم شويه حلويات مع الممبار تحفه. عملنا شويه بتنجان مخلل مقليين، حبه طحينه، رشينا على الحلويات بتاعتنا خضره، ورشينا عليهم حبه ملح بقى بكمون كده، وكلي برغيفين كده احلى اكل، كانك رحتي مصمت بالظبط، بس جبناه البيت. جربوها مش هتندموا، هتعجبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك والشير، وبألف هنا وشفا، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.